اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا مساء الورد والفل والجمال والياسمين على الناس المسكرين اللي بيتابعوني. بصوا هنا بقى فيديو شقه العروسه، بسم الله ما شاء الله، ذوقها تحفه. هنا كانت اول دخلت الشقه، هنا السفره وهنا كمان الجزامه. بصوا هنا كمان، هنا مرايه كده جميله جدا. بصوا هنا بقى للمفاتيح، هنا الفازه، هنا مرايه كده برضو في الجزامه. وفي بقى ادراج اللي زي هنا بقى يحطوا فيها الشرابات، الحاجات اللي زي دي. هنا الشوزات، وفي لسه كمان جوه في اوضه النوم في الدريسنج وكده. هنا طقم السفره، هنا السجاد بسم الله ما شاء الله تحفه. هنا الساعه، الاضاءه بصوا جميله جدا بالستاير. هنا الكولدير الميه، هنا الركنه، البراويز، بسم الله ما شاء الله. مش تنسوا العروسه كده تدعوا لها، ومش تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنا ركن الشاشه، هنا بقى الشاشه. انا بوريكم كل تفصيله بالظبط. بصوا بصراحه حتى المفارش اللي هي اليدوي جميله جدا. وهنا السجاده، بصوا السجاده اللي بالشراشيب دي تحفه. هنجينا بقى غرفه الاطفال، بسم الله ما شاء الله. بصوا الاباجوره دي تحفه. بقى المراوح والستاير والنجف، بصراحه ذوق العروسه كان جميل. هنا بقى الدولاب، هنا بقى الكوفرتات رصتها زي ما انتوا شايفين كده. وهنا الفوط والدباديب دي حطيتها بالشكل ده. هنا بقيت الفوط واطقم السرير، والمخده دي كانت تبع اللحاف الفايبر. يعني الدولاب بصراحه كان ذوقه جميل. بصوا هنجي للضلفه دي كده. هنا بقى الدفايات، اللون الموف ده حلو خالص. وهنا كمان تحت كده، هنا بقيت اللحفه الفايبر. وهنا اطقم العروسه مش كانت عايزه تفتحها، رصتها لها كده بالشكل ده تحت، زي ما قلت لكم قبل كده. يعني ايه حاجات التفتيح دي بترجع للعروسه. يعني في عرايس عايزه تفتح كل حاجه، في عرايس عايزه تفتح شيء وشيء. بصوا هنا الكومودينو، هندخل هنا بقى على المطبخ. بصوا هنا بسم الله ما شاء الله، المطبخ كان تحفة في التصميم وفي الذوق وفي كل حاجة. هنا المطبخ ده كان ألمونتال، كان بسم الله ما شاء الله كان جميل جدا، ونوعه كمان كان حلو. هنا كان للسقف مع الإضاءة، كل حاجة طبعا جمالها بيبان. هنا كانت الغسالة، هنا الفرن الكهربائي. هنا كان فينيش صغير كده. هنا العروسة مش كانت عاملة نيش في الشقة، كانت عاملاه هنا ايه في المطبخ كده حلو. هنا كان اطقم الحلل تحت كده. كان هنا الجرانيت والستانلس، وكل طقم معاه الجريل بتاعه والصواني بتاعته او الطاسات بتاعته. هنا بقى الادراج. العروسه بسم الله ما شاء الله عليها كانت جايبه كميه ازاز كتيره والله، حتى في ازاز مرطس كمان. هنا كانت الصواني، وهنا كانت الرفايع، سكاكين، مقصات، معالق، كل الكلام ده كله. هنا برضو كل الحاجات دي تبع المطبخ. هنا بقى القلاية الهوائية، هنا مكنة القهوة تحت. هنا بقت أطقم الحلل، طقم الرخام. وهنا كان بالصواني والجريل، وطقم الكيك بتاع الفرن. وهنا كل اللي تحت ده، الضلف اللي تحت دي كلها صواني فرن. والجريل الدبل كان صواني بورسلين، وكانت صواني اللي هي الألمونيا. هنا كان نيش كده حطيت فيه الأركوبال. بصراحة طقم الأركوبال كان جميل جدا. وهنا كان طقم الجاتو. وفوق هنا كان ازاز. كل بقيت طقم من ده حطيته فوق بقى، رصيته فوق في المطبخ من فوق. وهنا كان الكاسات. بسم الله ما شاء الله، بقولكوا العروسه ذوقها جميل خالص.
هنا بقى كان الاستانلس مع الكنك مع البراد، وفوق كمان. طقم ده تحفة خالص. لو التقديم، هو ده مش كان ازاز، ده كان بلاستيك، بس كان شكله حلو بصراحة. هنا الأجهزة الكهربائية، هنا كانت المفرمة والخلاط، وفوق كده بقيت طقم الحلة اللي هو الاستانلس، وكمان علب التخزين. هنا كانت الكبة، وهنا كان اللهم صل على النبي، اللي يقولوا معايا، هنا المليمين. اما افتكر بقى بصوا يعني الواحد ساعات والله بيتوه من كتر الحاجات اللي العروسه بتجيبها، ده ايه وده ايه وده ايه وده وده ايه. هنا كان المليمين، كان شكله حلو خالص برضو، كان جميل رصته اللي هنا بالشكل ده. وهنا كان البوتاجاز. هنا طقم التوابل، هنا طقم ده كان شوك وسكاكين والتقديم، صون التقديم. وهنا بصوا المعالق دي كانت ذهبيه، دي كانت جايه راحه وانا حطيتها كده في العلبه دي. هنا كانت الغساله، كانت LG. وده هنا كان تحت الحوض، حطيت لها بقى القطعات والمنظفات. وهنا كان في هنا المكان ده كان للصواني. ولو انت مكمله الفيديو معايا دوسي لايك، وبعتي الفيديو لاصحابك وحبايبك على الواتس وعلى الخاص، وشوفي ايه اللي ناقصهم وقولوا لي رايكم ايه كان لازم اعمليه وما اعملش ايه، وكلنا بنتعلم من بعض. هنا كان طقم حطيته لها كده للاستخدام، كان طقم عشاء، كان اطباق كله كده بس. ده هنا طقم المنخل، ده هنا طقم توابل، منه توابل ومنه تخزين، يعني ينفع كده وينفع كده. وفوق كمان ده هنا صواني البايركس. وفوق يعني انتوا عارفين اللي الرخامة مش بيحبها زحمة، حطيت طقم الشوربة بالبولة بتاعته كده فوق، وكمان طقم القهوة. يعني العروسة بتجيب الحاجات دي كلها عشان تنحط على الرخامة، بس انا بصراحة ما بحبش الرخامة زحمة. فوق بقى حطيت بقى بقية الحاجات كلها في المطبخ. من فوق المطبخ انا كنت منزلاه كامل قبل كده. ده كان طقم السمك. وهنا كان فوق كمان هنا كان حامل الطعام، وكمان بقية الازاز. وده بقول لكم معظم الازاز انا حطيته فوق اصلا، زي ما انتم شايفين. كنت بصور لكم والله على السلم كمان. هنا غرفة النوم، بسم الله ما شاء الله كانت جميلة مع الستاير. هنا بقى كان الدولاب، يعني احنا متوصيين بصراحة للعريس سايبين له مكان في الدولاب. هنا كان الفوط واطقم السراير. ده هنا كان الهدوم والبطاطين. والجهة التانية بقى كان الداخلي والخروج. بس ساعات كده الواحد يعني بيسهى عليه وهو بيصور ما بيفتحش ظلف. ده هنا كانت التسريحة، بصوا جميلة جدا جدا جدا، كانت تسريحة ومراية وكل حاجة. ده كان ادوات التجميل كلها والشنط. دي هنا التسريحة. بصوا بقى بقيت الحاجات. وهنا الادراج، كان بقى التوك والبنس والحاجات الشخصية دي كلها. هنا كانت الطرح، حطيت لها في الدرج ده كده، يعني الادراج كلها بصراحة كانت مليانة. هنا فرشة